السلام عليكم يا جدعان، النهارده فيديو جديد في كوكب جاكجو. يا جدعان انا شايفت بصوا السكسوكه دي، بصوا الشنبايه دي هو سوف نملة بس بص انا شايفت وخلاص. ضاعت شبابي وايام صغري. المهم يا جدعان النهارده فيديو رياكت على كيفك وحاجه بص طرش. لا انا فايتني كميه ترندات على التيك توك كبيره. يعني انا سمعت عن ترند حبيبتي خديه، وترند مش عارف ايه تاني. سوزي بتعمل حاجات غريبه. ومن غير ما اطول عليكم يلا ننزل بالانترو. Sorry ass DJ. رجعنا بالسيت اب. واو السيت اب بتاعي يا جدعان، انا حاسس براحه نفسيه، حاسس براحه. طبعا التيشيرت ده انا ماليش في الكوره اساسا، فما حدش يعلق على التيشيرت عشان ما اعرفش. انا اللي بلاقيه قدامي بلبسه. تمام يلا بينا نخش على الفيديو. حبيبتي خدي ايش بقى؟ انتوا في حاجه ما بينكم؟ حبيبتي خدي. ايه ده؟ ايه الحركه اللي اتعملت؟ انا عارف ان الترند وسخ يا جدعان، ايوه بس في حركه غريبه، حركه وسخه يعني وسخ. انتوا في حاجه ما بينكم؟ حبيبتي خدي. ايه القرف ده؟ نكمل. اشبعي بيه بتاعتي كله. الفنانه حبيبه رضا بتدي ولا تبالي، فخلي بالكم من كده يعني، فاهمين؟ عشان الفيديو اللي بعده. حبيبتي خديه مش انا البنت اللي اتخانق مع بنت عشان جربوها. انتوا في حاجه ما بينكم؟ يا نهار ابيض، حبيبتي خدي. يا نهار ابيض. الشباب خدت كميه تهذيب بسبب الترند ده. جربوها يا رب ما تحطناش في المواقف التلميذ. انتوا في حاجه ما بينكم؟ حبيبتي خدي. يا دين امي، ايه ده يا جدعان؟ يبقى جرى التيك توك دول ولا ايه؟ في ايه ده؟ ايه الاشكال اللي بتتحدف علينا دي؟ لا تفهمنيش غلط. شايفين الدبله دي؟ سر حياتي. نكمل. جدعان انا زهقت من الترند بتاع حبيبتي خديه ده، مش جاي معايا سكه بصراحه. يلا بينا نخش على ترند تاني، يلا بينا. يا اسماء يا بلو رايحة فين انت توقت؟ ايه يا حبيبي اسمها رايحه فين من غير بلو يا حبيبي؟ ماشي معاك لكم شوية المان سبايدر مان مرة واحدة ليه؟ عشان انكم ابطال مع بعض. عشان انتوا ابطال مع بعض. يا جدعان انا خلاص يعني انا خلاص انا جربت يا جدعان. انا خلاص قربت الجن، يا اما حاجه تانية هتحصل، ومش ما ينفعش حاجه تانية دي تحصل. تمام الشباب بس اللي هيفهموني. اسمعيني يا اسماء. اسمعيني يا اسماء. مش هسمعك. لازم تسمعيني، انا عمري ما خنتك يا اسماء. لازم تسمعيني يا اسماء، انا عمري ما كنتك يا اسماء. اسمعيني بس شويه بس اسمعيني، يعني شويه 5 دقايق من وقتك بس واجيبك بس. يا سلام بتخني مع صاحبتي. مع صاحبتها؟ يا واطي والله العظيم انت الحتة الطرية في قلبي يا اسماء. الحتة الطرية في قلبك؟ جاك وجع قلبك. في حته الطريقه كمان. خدي يا اسماء. يا اسماء روح روحي. تبعتها حالا كده يلا. تبعتها حالا كده. روحي على طول روحي كده خلاص. ما الدنيا سهل عندك انت بقول له طبعا. انا حقك يا ابني. انا اي ولد ارتبط بيه هتسلى بيه وهسيبه. الله يا سوزي. بس انا يا جدعان انا شايف تطورات رهيبه في سوزي بصراحه، يعني شايف تطورات في اللبس، تطورات في الكشخه وكده يعني. ما الفلوس برضه بتغير يا ابو عمو، الفلوس بتغير، بس ما شاء الله ما شاء الله مغيراه للاوسخ. اقسم بالله لو ولد جه على سكتي اللي هتسلى بيه وهسيبه هخرب الدنيا معاه، هطلع ذنب ناس في ناس. اي ولد الاستاذ سوزي هترتبط بيه هتتسلى بيه وتسيب، والكلام متحدف على مين بقى؟ انت كده عرفت. تمام يلا بينا. فعلا ندمت. تيجي نتراهن ان هيجي اليوم وتقول طبعا احنا عارفين طبعا الكلام برضه متحدف على مين. تمام لا الكلام ده متحدف على ولاء اللي هو بدون ذكر اسماء طبعا. حاولت تلاقي من دلوقتي اليوم كلام اخترتك وانت افتكرين وات ايه ده؟
دي سوزي بجد، دي سوزي. لا حول ولا قوة الا بالله. الفلوس بتغير الدرجات يعني. لا بس ما يغركيش يا سوزي، الله يرحم ايام ما كان ابوك بيخش بطبق جبنة البراميل تتلموا عليه كلكم عشان تاكلوه، الله يرحم يعني. النونو كابوت النونو قلبه عنكبوتة. البعض صحاب امي اللي بيروحوا يقولوا عني معلومات غلط ويسخنوها عليا في الشغل. مالهم صحاب امك يا سوزي؟ قولي لي بس وانا هحل لك الموضوع ده على طول. امي عارفه الحقيقه، بلاش تقولوا غلط وتألف، وهي عارفه الحقيقه كده كده، ما بخبيش عنها حاجه. بيروحوا يفتنونها يعني وكده، ناس فتانه يا سوزي. بيقولوا لها ان انت بتطلعي ترقصي وتلبسي نص كوته وكده يعني، صح؟ هكلمهم لك انا، هكلم لك امك انا يا سوزي، او هكلم لك الناس اللي بيقولوا لامك. بس كفايه ارشاد يا شويه فلنات. يعني كفايه ارشاد يا شويه فلنات. اسمعوا من الاستاذ سوزي عشان ما حدش يتهاج. ده انا بقول شعر والله يا جدعان. انا خساره في البلد دي، انا خساره في البلد دي، انا خساره في البلد دي. انا بقول اشعار. يا ريت كل واحد يبص في رزقه ويبص في حياته ويبص في اللي يخصه. أيوة. ربنا رزقني انا واحده ما بضيعش الفقر، ما اعمل اللي انا عايزاه بفلوسي، ما بعملش حاجه غلط بيها، بامن حياتي، بشوف مستقبلي، بجيب حاجات كويسه. كلام معقول يا جدعان، يعني ما حدش يبص في رزق التاني يا جدعان. ايه ده؟ هي انسانه محترمه بتجيب حاجه لنفسها، بتجيب حاجه لبيتها. لا انا مش فاهم يعني ايه بيتها، بس يلا ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم ما حدش يبص في رزق حد تاني، تمام. اللي هيبص في رزق حد تاني انا هزعله. بحاول اطور من نفسي. ايه اللي مزعلكم؟ انا مش فاهمه يعني طور من اللي نفسك مزعل الانسان لما يكون ربنا رزقني. اصل الفلوس نضفتك، ما هو الفلوس هتنضفني، امال ايه اللي هينضفني؟ بيرسيل جل مثلا، اوكسي، اريال. لو معاك فلوس يا عم نضف نفسك. لو انت بقى معاك فلوس وعينه. هي اللي معترفه يا جدعان، هي معترفه بتقول لك ايوه الفلوس نضفت. يعني انا ما جبتش حاجه من عندي، او يعني ما جبتش حاجه من عندي، تمام. هي بتقول لي الفلوس نضف، مش برسيل جل يعني هي اللي ينضفها اكيد يعني. خد على اليابان، بديك المره الجايه خلاص. انت واحد معفن، دي حاجه مش بتاعتي. لو انت معاك فلوس يا عم نظف نفسك زي سوزي كده. الفلوس بتنظف يا جدعان. لو انت معاك فلوس هتنضف. وبرضه في ناس بيبقى معاها فلوس زي ما الاستاذ سوزي قالت، برضه في ناس بتبقى معاها فلوس بس شايلها تحت البلاط، بتقول عليهم معفنين. يا ولاد الادى اسمعوا كلام سوزي وطلعوا فلوس وانضفوا مليتوا البلد. انا الكفن بتاعي ما فيهوش جيوب، لسه ما نزلش كفن ابو جيوب ده لسه والله. ما عنديش ولا عيل ولا تايل اسيب له فلوس. ايه الناس اللي باصه في رزقي بطريقه غبيه دي؟ بص في رزقك انت، بص في حياتك انت عشان ربنا يرزقك. مالكش دعوه ده ربنا اداله، انت ما تعرفش ربنا واخد مني ايه عشان يديني رزق. انا دلوقتي انا بتمنى مثلا لو ربنا رزقني يبقى عندي صحه نفس اللي عندك، اللي يجي لك شلل وبتبص في حياتي. انا عملت لك ايه؟ طب يجي لي شلل ليه؟ ما انا مش باصص فيكي، بس انت قلت لي انت يعني. ليه كده يا سوزي؟ ليه انا عملت لك ايه؟ ليه يا شيخه يجيكي شلل في سوزي؟ يا جماعه انا بقيت بقول كلمات والله انا ولا انا فاهمها ولا اصحابي فاهمينها ولا عيلتي فاهماها ولا مين واحنا وانا بعمل اللي بعده. بلعوا. خير في ايه؟ امسك الطبق ده اهو، ارميه على الارض. اهو رميت. كسر؟ ما طبيعي يتكسر. اتكسر. ايه ما طبيعي يتكسر، وقع على الارض اتكسر. ممكن يا بلعوا تقول للطبق انا اسف بعد ما اتكسر؟ صدق. ايه اسكر في ايه؟ وقال اسكر، قالت له قول اسف طبعا، لكن انا سمعت اسكر مش عارف كركر ولا كركر حاجه زي كده. صلح؟ لا، هو ده بالظبط اللي انا عايزه اوصله لك يا بلعو. ما تكسرش قلب انسان وترجع تقول له اسف. اسمع النصيحه، ما تكسرش قلب انسان وترجع تقول له انا اسف. اسمع النصيحه يا بلعو، يا بلعو يا قليل الادب يا جدعان. هو بلعو ده بديل بلو هو ده البديل صح؟ ما شاء الله البدائل بتاعتهم موجوده. احنا في مصر عندنا بدائل كتير بسم الله ما شاء الله يعني.
ازيكم عاملين ايه؟ انا طبعا زي ما بشوف كومنتات حلوه، انت بني ادمه تلقائيه، انت بني ادمه عفويه، انت بني ادمه طبيعيه، انت بني ادمه سالكه صريحه. طبيعي هشوف الكومنتات الوحشه وما ينفعش احط في دماغي الكومنتات الحلوه بس، لان الدنيا دي اراء وانا مش هقدر اراضي الناس كلها، بس انا كنفسيا مش احسن حاجه. معلش يا سوزي، انا المشاكل اللي كانت بتحصل لي في حوار الاسم، الناس دي مش كويسه يا سوزي. الناس دي عايزه تتربى من جديد، الناس اللي بتقول لي كلمات وحشه بذيئه وانا بعمل ايه؟ وانا المفروض بعمل رياكت عليهم ولا بدافع عن سوزي؟ يا جدعان خلاص اقفلوا معايا الموضوع ده، يلا بينا. او حاجه مشكله الاعلان اللي انا عملته واتقال اني مش عارفه ايه وشركه سياحه وبأذي بنات والكلام ده، انا اصلا متبرئه من المشكله دي، متبرئه لان شافوا الورق بتاع الشركه والسجل التجاري واتعمل عليها تحريات واتحقق معايا، ومتبرئه مفيش اي مشكله ليا. طب يا جدعان يعني حتى القضيه اللي كانت معموله يعني هي بريئه منها يا جدعان، مش عليها حاجه. خفوا بص في حياتكم. بس انا يا جدعان هموت يا دنيا. ايه ده؟ السماعه فين؟ نكمل. انا نفسي افهم حاجه، إيه؟ ليه مش كل واحد في حاله؟ سوزة يا جدعان دلوقتي بقى كل واحد في حاله، كل واحد يبقى في حاله. حياتك انت بتطلع تقول خليكوا في حالكم وخليني انا في حالي، لكن الناس كلها بقت في حالي انا. في ايه يا جدعان؟ مين حصل ايه؟ ما انا مش فاهم الترند، مش مواكب. هو حصل ايه بالظبط؟ يكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اللي حصل بين سوزي مش فاهم. في حالك فيها، حياتي انا في حالي فيها. حاضر. مش حياتك انت في حالك فيها وحياتي انت في حالك فيها. معلش كل واحد في حاله. ليه كل واحد في حالي؟ في ايه يا جدعان؟ كل واحد في حاله مش في حالي. في حاله ومش في حالي. ارحمونا يا جدعان. خلاص يا استاذ سوزي، خلاص الموضوع ده يتقفل يا جدعان، وما حدش يقرب عند سوزي تاني اللي بعده. لوك يا جدعان، انا الحوار ده مش جاي معايا بصراحه. انا عايز اضحك، ضحكوني. يا لا اخش اجيب حاجه تضحك. لا. يا أمة المسلمين، جاءني شاب يزني ويشرب الخمر ويفعل الفحشاء. هذا الداعر الفاجر ارتكب جميع الذنوب، ولكنه يريد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. هو الآن معنا في المسجد، جالس في الصف الأمامي ويرتدي تيشيرت أزرق، والآن يحاول الهروب. امسكوا به. امسكوا به. هاتوه ابني. يا حاج ممكن تقول لنا حكمة؟ لما تشوف الواطي قاعد مع الرخيص اعرف ان القصة فيها تعريض. الله عليك يا حاج، ابدعنا. ايه يا حاج الاحكام الحكايه دي؟ ايه الحكمات الروعه دي اللي تتكشف لنا ابدان؟ الذكاء الاصطناعي هيبوظ الدنيا خالص. اسمع، امسك الطبق ده. امسك الطبق ده. تمام، مسكتيه اهو يا بلو. ارميه على الارض اهو. اتكسر؟ ايوه. قولي له انا اسفه. انا اسفه. اتكسر الطبق، اتكسر صح؟ قولوا له انا اسفه. يلا اتصلح؟ لا. هو ده اللي انا عايز اوصله لك يا اسماء. ما تكسريش قلب انسان. قولي له انا اسفه، ارجع زي ما كان. هو ده اللي انا عايز اوصله لك يا شماء. ما تكسريش قلب انسان، تمام؟ وبعدين ترجع تقول له انا اسفه، عشان مش هنرجع عشان شماء. خلاص خلصت الحكايه.
وبس كده يا صديقي، انا عارف ان مقصر النهارده في الفيديو، بس والله غصب عني، انا عندي برد شديد مموتني، بصور بالعافيه، حتى لو لاحظت على صوتي هتلاقيني ميت، فاعذروني. وان شاء الله الفيديوهات الجايه الفتره الجايه بص هخليها لكم دمار، بس اخف بس من اللي انا فيه ده. تمام. اهم حاجه الدعم، لان لو مفيش دعم هكمل عادي. ايه انا شايف. وبس كده يا شوكشوكي، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.